وما زلنا معكم من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، وبيشرفني أن يكون معايا الكاتب والأديب أحمد علام، خبير في أمن المعلومات ومدير عام الإحصاء والنشر الإلكتروني بوزارة العمل. أهلا بحضرتك معايا. اهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. خلينا نتكلم في كتاب حضرتك كيف أحببتك إلى هذا الحد. خلينا نتكلم عن الفكرة ومضمون هذا الكتاب. هو الفكرة فلسفية إلى حد ما، بنتكلم عن الأبيض والأسود في كل اختياراتنا. نعم. ما بين الحب والفقد، ما بين الحقيقة والسراب اللي موجود، كل الشيء وضده. حتى ده موجود في الغلاف بتاع الكتاب، موجود في كل الكلام. ما بين الحب والكره، الأبيض والأسود في كل أفعالنا. نعم. يمكن كتابات حضرتك تعتبر بمثابة رحلة وجدانية، صح كده؟ تمام، مظبوط. أنا عايزة أتكلم عن المضمون اللي حضرتك كنت عايز توصله. هي ليها بعد فلسفي إلى حد ما، هو إن إحنا دايما بنبص للأمور بشكل أبيض يا أسود. ببين قد إيه إن التضاد دوت ممكن يعمل لنا مشكلة كبيرة في ذهننا وفي رؤيتنا لكل المواضيع، بس أنا مغلف دوت بقصة حب ما بين اتنين. نعم. علشان نقدر نفهم الموضوع بشكل أكبر، يعني ما بين الحب والكره، ما بين القرب والبعاد. حضرتك من خلال الرواية كنت بتتحدث عن العزلة، وأن العزلة الاختيارية ممكن تساهم في البعد عن الصدمات أو الأشياء القاسية التي نراها من الحياة. نعم. هل ترى أن العزلة بحق ممكن أن تحمينا وأن تكون ملاذا آمنا من أي مصائب ممكن أن نواجهها في الحياة؟ في بعض الأحيان بتكون العزلة هي الحصن اللي بيلجأ له البني آدم بعد ما بيتعرض لخيبات كتير ولصدمات كتير. نعم. بيحاول إن هو ينعزل عن المجتمع اللي هو شايف إن هم عملوا له مشكلة كبيرة، فبينعزل، وبتكون العزلة في الوقت ده هي الحل اللي هو شايفه. يمكن كتاب حضرتك قمت بتقسيمه إلى عدة أقسام على مسار أقسام القلب زي ما بنقول. يعني أنت حضرتك عملت وضوح الصيف. تمام، مظبوط. صح كده؟ ده في الكتاب الثاني بين قلبي وقلبك سنوات سفر. وده اتقسم فعلا ل4 فصول، وحاولت أسميها فصول القلب. فصول القلب. تمام. نعم. ليه قمت بتقسيمه يعني إلى 4 أقسام؟ عادة التقسيم الزمني اللي بيكون في الكتب والروايات بنتحدث عن الفصول، الصيف والخريف والشتاء والربيع، بنحاول نوصفهم كوصف زمني للموضوع. أنا أسقطت الوصف دوت على الشعور والأحاسيس اللي موجودة بين بطل القصة أحمد وبطلة القصة ليلى، في علاقتهم هما الاثنين. إن العلاقة ممكن تكون واضحة جدا كالصيف، وممكن يكون فيها مشاكل كتير مختفية خلف الكلمات كالخريف، وممكن يكون فيها عواصف وخناقات كبيرة جدا وخلافات كتيرة جدا زي الشتاء. بنوصل لمرحلة ربيع الفهم، ان احنا نقدر نفهم بعضينا زي الربيع ما بيكون واضح وكلنا حابين. طيب، يمكن من خلال هذه الرواية وزي ما قلنا ان حضرتك قسمتها الى 4 اقسام، حاولت من خلال كل قسم ان تتحدث او بتحاول ان انت توصل رؤية معينة، الصمت ما بين المحبين، العزلة، الكثير من المشاعر التي تحدث. تمام. عايزين نتكلم عن كل جزء وماذا كنت تريد ان تصل او توصله الى القارئ. الأول أنا كان في الكتاب في بدايته أنا شارح اللاين اللي هنمشي عليه طول الكتاب. نعم. وهو المنطقة الرمادية ما بين الأبيض والأسود. نعم. احنا عندنا مشكلة دايما ان الرمادي بالنسبة لنا هو لون سيء السمعة، ما بنحبش نتعامل فيه كتير، وشايفينه ان هو فيه مشكلة ويعكس عدم الوضوح. لكن انا في الكتاب بقول ان الرمادي هو اكثر وضوحا من الابيض والاسود. وبعدين ابتديت اقسم الكتاب زي ما قلت لحضرتك. في وضوح الصيف احنا بنتعامل بشكل واضح جدا، كل الاحاسيس اللي بيننا واضحه وباينه بشكل معلن، واحنا قادرين نعبر عن حوارنا مع بعض وعن طريقه حبنا مع بعض. والجزء الاخر هو الخريف، ابتدى يكون فيه بيننا نوع من انواع الاهمال، نوع من انواع البعد بشكل ما في طريقه الكلام وتناول الرسائل، الى ان وصلنا لمرحله الشتاء
بقى في بينا رسائل غير مكتوبة، احنا غير مرسلة، بنكتبها لكن ما بنرسلهاش، بنخاف حتى من الطرف الآخر انه يقراها او انه يفهمنا غلط. فاحنا وصلنا لمرحلة من الخوف بينا وبين بعض، فتجمدت العلاقة اللي بينا وبين بعض في الشتاء، الى ان وصلنا الى الربيع. والربيع الوعي ان احنا الاتنين قدرنا نفهم ايه مشكلتنا وازاي علاقتنا ديت كان فيها مشاكل لغاية ما نفهم الحل بتاعها ايه. طيب يمكن من خلال هذا الكتاب اللي حضرتك قسمته كان هناك الكثير من الرسائل النفسية العميقة، حتى ان حضرتك يمكن مزجت الكثير من اغنيات السيدة ام كلثوم العظيمة لتكون داعمة لهذه الحالة. مظبوط يا فندم، انا في كل فصل عملت ثيم كده لاغنيه لام كلثوم، بحيث ان القارئ لو فكر انه يشغل الاغنيه في نفس التوقيت ممكن يبقى فاهم المود بتاع الفصل اللي موجود. فمثلا الفصل بتاع الصيف سيرة الحب. نعم. فسيرة الحب هي اغنيه واضحه جدا، بتبين قد ايه الشوق والعواطف. فهي كل جزء فيه جزء من اغنيه لام كلثوم انا مبتدي بيه الجزء، بحيث ان دوت يعمل انطباع للقارئ على شكل المود اللي هو هيقراه في الجزء الموجود. يمكن من يعني في حضرتك في كتاباتك استخدمت لغة شعرية غنية بالاستعارة، وهو فن أصيل في الشعر. لماذا قمت بذلك؟ انا شفت ان دي اكتر حاجة ممكن توصل مشاعر حقيقية جوه الكلام. فهو لا شعر واضح ولا نثر واضح، لكنه بلغة عربية مفهومة للجميع وفي مزج بين الاتنين. فدوت كان اكتر طريق ينفع نوصل بيه المشاعر للقارئ. ألم يكن الشرح والسرد أكثر سهولة لإيصال هذه المشاعر؟ يعني أنا عملت سيرفي صغير قبل ما ابتدي أنشر الكتاب. نعم. ولقيت ان جزء كبير من الذين لم يقرأوا قبل كده، اللي ما عندهمش هواية القراءة، بيتضايقوا جدا من السرد الطويل او الشرح الطويل للكتب او الروايات. فانا حاولت بقدر الامكان ان اوصل لهم الفكرة باسلوب مباشر وبلغة عربية صحيحة، لكن في نفس الوقت امنع الموضوع الاطالة او ان انا اسرد كتير، علشان اسيب له برضو جزء من مخيلته. انا بديله الاطار العام واسيبه هو يتخيل ده حصل ازاي. نعم. يمكن حضرتك شبهت الحياة كأنها في غرفة المكياج والأقنعة التي يستخدمها البشر ليختبئون وراءها. هل جاء ذلك وفقا لبعض التجارب التي مررت بها، أم هذه هي الرؤية التي ترى أن العالم يتعامل بها الآن؟ ايوه، في جزء انا كتبته عن غرفة المكياج، عن بالزبط. ازاي الحبيب كان بيبص لحبيبته وبيقول لها دايما انا عايز اشوفك بشكل طبيعي، وهي كانت بتحط مكياج كتير جدا. هو قال لي ان المكياج دوت كان نوع من انواع الحواجز اللي ما بيننا وبين بعض، وان هو كان محتاج انه يشوفها من غير المكياج دوت، لانه حس ان هي بتعمل حواجز خفية بينهم وبين بعض. واعتقد ان دوت حقيقي موجود في الوقت بتاع الخلاف اللي ما بين الاحباء. بيبقى دايما في كلام ما بيتقالش، بس بيبقى في افعال بتبين الكلام الذي لم يقال. احنا بنقول دايما ان الوجع ليس نهاية المطاف، ولكن دائما نقول ان هناك بريق من الضوء الابيض هو ما يجعل الحياة واضحة بعد الالام. لكنك ترى ان اللون الرمادي هو ما يسبق الوضوح. لماذا؟ علشان انا شايف ان الابيض هو ابيض ملائكي، والاسود هو يخص الشياطين والافعال الكبيرة، لكن الرمادي هو اللون الانساني، هو المزيج ما بين الابيض والاسود. هو احنا باخطائنا والحاجات الكويسة اللي بنعملها والخير اللي جوانا والشر اللي جوانا. فكلما كنا رماديين كلما كنا انسانيين اكثر. طيب خلينا نتكلم عن كتاب حضرتك بين قلبي وقلبك سنوات سفر. تمام. نتكلم عنه وعن موضوعه.
هو بين قلبي وقلبك سنوات سفر، هو الكتاب اللي بيشرح الضوء الرمادي. هو ده الكتاب اللي بيشرح الضوء الرمادي. الضوء الرمادي، المسافات ما بين الأحبة. المسافات ما بين الأحبة، كيف يمتزج الأبيض والأسود ليكونوا الضوء الرمادي اللي يخلينا احنا الاثنين، أنا والحبيبة، نذوب في بعضنا البعض. هل أستطيع أن أقول أن حضرتك ترفض الواقع وتسعى أن تجد عالما موازيا من خلال هذا الكتاب؟ لا، أنا بقدر الإمكان بحاول أشرح الواقع بشكل حقيقي، بعيدا عن المثالية المفرطة أو إن عدم وجود أي أمل. أنا بحاول أقول في النص إن إحنا من حقنا كبني آدمين إن إحنا نغلط، ومن حقنا إن إحنا بني آدمين إن إحنا يكون عندنا أخطاء ونعترف بأخطائنا. وفي جزء أنا كاتبه إنني أعرف الصح، أعرف الصحيح، وأفعل الخطأ لأني أعرف. فانا طالما انا عارف اللي انا بعمله ده صح او غلط فانا بعمله، اوكي، بس المهم ابقى انا مقدر نتيجه افعالي، ابقى انا عارف ان انا بعمل كده، ما بهربش من الواقع، بالعكس. انا يعني حضرتك شايف ان انت بتسرد الواقع، ولكن ترى ان هذا الواقع هو رمادي، بدايه جديده لآمال وأفق جديدة. لازم ان احنا نكون واقعيين اكتر، وان احنا نكون عارفين ان احنا رماديين، احنا لسنا ملائكة ولسنا شياطين، نحن انسان، وكل انسان هو جزء من الخير والشر. ايه اللي خلى حضرتك تقرر ان انت تعمل كتاب بيتحدث عن السيكولوجية سيكولوجية المحبين؟ اكيد في تجارب كتيره موجوده في حياتي خلتني اكتب. يعني ده كان اللي خلى حضرتك ان انت تفكر في هذا الكتاب؟ دي حقيقة. دي تجربه شخصيه انا كنت فيها قريبا، فهي اللي دفعتني ان انا اكتب الاحاسيس والمشاعر دي. هل استطيع ان اقول ان بطل هذه الروايه هو حضرتك، وتحاول ان تخرج ما لديك من مشاعر؟ جزء كبير من كلام احمد في الروايه. وانا في الجزء الاول من الروايه انا عملت سرد ان ليلى بطله القصه هي اسم مجازي، وانه ليس اسم حقيقي بالظبط. لكن احمد جزء كبير منه هي افكاري الشخصيه. يعني دي كانت شخصيه حضرتك بتمثل البطل. مظبوط، تمام، بالظبط. طيب خلينا نتكلم عن يعني حضرتك حريص على حضور معرض الكتاب سنويا؟ دي السنة ال20 على التوالي تقريبا ان احضر معرض الكتاب. معرض الكتاب ده جزء سنوي بالنسبة لي لازم اكون موجود فيه. ايه الاختلاف اللي حضرتك شاهدته هذا العام عن ما سبق من معارض؟ السنة دي هو اكثر تنظيما بكتير. المواصلات اللي وزارة الثقافة عملتها من الميادين الكبرى بسعر رمزي جدا، ده برضو حاجة هايلة جدا. تنظيم الصالات والقاعات السنة دي ممتاز. الفعاليات بقى الجديدة اللي حصلت السنة دي، سواء الفعاليات الفنية اللي موجودة وفكرة ان يكون في حفل افتتاح وحفل ختام للمعرض، دي حاجة جامدة جدا. اكيد طبعا. مشاهدينا الكرام، تعالوا بينا نروح لفاصل سريع ونرجع لكم تاني. مرة أخرى وما زلنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وضيفي العزيز الكاتب الأديب أحمد علام، خبير في أمن المعلومات. سيدي الفاضل، يمكن أنا يعني قصدت أن أنا أقدم حضرتك تاني كلمة أمن المعلومات. ما علاقة أمن المعلومات بالثقافة؟ الحقيقة هي ليها علاقة كبيرة جدا. احنا الثقافة بنتعامل معاها في أمن المعلومات كأنها منتج. والمنتج دوت لازم نحافظ عليه، وخصوصا ان غير الكتب الورقية بقى فيه كتب إلكترونية، بقى فيه وسائط إلكترونية، بقى فيه حاجات كتيرة جدا ممكن نستخدمها في الجزء الثقافي.
لازم نحافظ عليها، لازم نحافظ على البيانات اللي موجودة فيها، لازم نحافظ على حقوق الملكية الفكرية بتاعتها. جميل. حضرتك اتكلمت في موضوع مهم جدا وهو حماية الملكية الفكرية. تمام. خلينا نتكلم عن ان هناك بعض القرصنات التي تتم على الكتب. تمام، مظبوط يا فندم. موضوع القرصنة على الإنتاج الثقافي أو الكتب اللي موجودة للأسف بقت كتيرة. بنشوف كتب كتير مشهورة بتتباع بتتصور وبتتباع بشكل غير قانوني، أو بتبقى موجودة على الإنترنت كصورة PDF أو صورة رقمية يعني، بعيدا عن الكاتب أو عن دار النشر. وده نوع من أنواع القرصنة ونوع من أنواع سرقة المحتوى، وده شيء مجرم قانونا. احنا محتاجين ان احنا نغلظ او نعمل شوية خطوات علشان نمنع الموضوع بتاع القرصنة الالكترونية اللي للأسف بقت كتيرة جدا. من وجهة نظر حضرتك ما هي الخطوات التي يجب ان تتخذ من اجل حماية الملكية الفكرية لكل كاتب او لكل عمل ثقافي روائي؟ احنا محتاجين الاول نعرف ان ليه الموضوع ده بقى منتشر جدا. عندنا نعم. اسباب، مثلا ان يكون سعر الكتاب غالي، او الكتاب نفسه مش موجود في البلد اللي انا موجود فيها، فانا بجيبه بطريقه غير شرعيه من بره، يعني من مكان تاني مختلف، او ان انا بتربح من بيع الكتب او بيع هذه الاشياء التي لا املكها. نعم. فاحنا هنا هنبقى محتاجين 3 جهات يتعاونوا مع بعض بشكل حقيقي علشان نقدر نمنع ده. وهي تشريعا لازم يكون في قوانين رادعة بشكل قوي، ان احنا نقدر نقف بيها قدام الشكل الجديد للقرصنة على المحتوى. احنا ما عندناش قوانين. عندنا يا فندم قوانين، طب لكن يعني عندنا قوانين، هل هي لم تفعل؟ لا، موجودة، بس محتاجين بقى الجزء الثاني والثالث. محتاجين المجلس الأعلى للإعلام، بما إن هو المسؤول عن المواقع اللي موجودة وترخيصها، بأن المواقع التي تعرض كتب أو يتم من خلالها بيع كتب أو منتجات ثقافية نعم. غير سليمة وغير حقيقية أو بعيدا عن منتجها الأساسي، أن يتم غلقها تماما. ومحتاجين وزارة الاتصالات تكثف بشكل أو بآخر التفتيش على المعاملات الإلكترونية اللي بتحصل، سواء في دفع فلوس أو إعلانات أو ما شابه في الحاجات الإلكترونية اللي بتعرض كتب أو تعرض منتجات ثقافية بعيدا عن منتجها الحقيقي. يعني حضرتك شايف ان احنا عندنا قوانين، ولكن نحن بحاجة الى تكاتف هذه الجهات مع بعضها البعض لتنفيذ هذه او القوانين لتفعيل القوانين. بالظبط. واهم واحد بقى هو اللي بيشتري. انا محتاج ابقى عارف او افهمه، لان اللي بيشتري ده معناه ان هو قارئ، ان هو مثقف، ان هو على علم ما بقد ايه ان الجريمه دي مؤلمه في حق اللي كتب، في حق صاحب الابداع، وقد ايه ان ممكن بطرق كتيره ينفع نوصل لك الجزء ده، لو ان موضوع السعر فيه مشكله، او ان موضوع ان المنتج الادبي مش انا كنت عندك. لسه عايزه اكلمك، يمكن برضو موضوع ارتفاع اسعار بعض الكتب يعني ممكن تكون دافع كبير لمثل هذه القرصنه التي تتم. اوكي، بس في دور نشر كتير بقى عندهم العلم بان احنا ممكن نعمل جزء ديجيتال، نعمل جزء PDF وجزء يكون قانوني، وانا ابيعه بشكله صوره رقميه بسعر اقل بكتير، بس في الاخر هو من خلالي انا، من خلال الدار او من خلال الكاتب نفسه. نعم. بعيدا عن ان دوت يتصور او يترفع بشكل غير قانوني. معلش السؤال الاخير، يعني انا عايز اسال حضرتك، يمكن من خلال كتاباتك انا ملاحظه ان حضرتك مهتم جدا بالجانب النفسي والجانب الشعوري والاحاسيس الانسانيه، ولكن اذا نظرت الى الوظيفه اجد ان العقل هو من يتحدث. كيف استطعت ان يعني تعمل ان تقوم بهذا الخليط ما بين ما تكتبه من مشاعر كثيرة ومن بعض الأطروحات النفسية، وما بين العقل الذي يعمل في مجال أمن المعلومات؟ في جزء من أمن المعلومات السوشيال انجينيرنج أو اختراق العقول، وهو جزء لازم نبقى عارفين فيه سيكولوجية الشخص اللي قدامي علشان أعرف أخترقه أو أعرف أتكلم معه. هو في جزء كبير من علم النفس، جزء كبير من دراسة
البادي لانجوج بتاعت اللي موجود قدامك، البيئه اللي هو موجود فيها، في جزء كبير مهتم بعلم النفس. فامن المعلومات وعلم النفس فيهم جزء مشترك بينهم بعض. يعني حضرتك شايف ان هناك عامل مشترك ما بين طابع هذه الروايات اللي هو يعتبر طابع نفسي رومانسي يملأه الكثير من المشاعر، وايضا امن المعلومات. مظبوط يا فندم، اكيد اكيد. الكاتب الأديب أحمد علام، خبير في أمن المعلومات ومدير عام الإحصاء والنشر الإلكتروني بوزارة العمل. بجد سعدت بوجود حضرتك معايا النهارده على شاشة القناة الثقافية. شكرا ليك. شكرا لحضرتك. شكرا. مشاهدينا الكرام، يمكن فقراتنا انتهت لكن لسه مكملين معاكم في الكثير من اللقاءات، وزميلتي العزيزة دكتور سوزان فضالي. خلينا نروح مع بعض الفاصل ونرجع لكم تاني.